كتير، الكلام اكتر. كلام اكتر. وبعض الحقائق مثلا زي يعني اسماء ممكن تقال ان في المستشار مرتضى منصور عمل فيهم وسوى، وناس حتى صحابي كلموني يا اسلام ما تاخدش الخطوه ديت لانك ما تضمنش رد الفعل وانت ممكن تروح ما ترجعش وحاجات غريبه فيها. يا لا جماعه مش للدرجه دي برضه، احنا مش عايزين. ما عشان كده انا قررت اروح، يعني انا قلت اشوف قدام عيني. طلعت بقى فوق بقى. طلعت فوق، خدت الموبايل بتاعي وقاعد مستني، فقال المختلف معايا اتفضل اطلع. فطبعا هو كان في واحد من المؤيدين ليه بيقول له اطلع، فقال له انت لا، انت كده كده محسوب عليا فهتطلع تعمل ايه؟ تمام. فالناس بقى بدات قالت اسلام يطلع وكده، وهم الناس دي مختلفه معايا اصلا. فهو اول ما شافني على طول وانا طالع قام قال لي ما انت بتقلب، انت يعني بتقلب وكده انت قلاب. فانا قلت له انا ما هقلب على حضرتك ليه؟ انا مختلف في حاجات معينه والحاجات ديت انا بالنسبه لي مقتنع بيها. قام قال لي هنعرف دلوقتي انت مختلف في ايه، لكن تعالى اطلع اقرا الورق ده. ده كان عقد بتاع اتشيمبونج، كان نادي الزمالك عليه قضيه جديده تمام من صفقه طبعا يعني فاشله، مش محتاج ان احنا نقول الصفقه دي ناجحه او لا، ولكن هو بيقول ان هو خد كل مستحقاته وان مفيش فلوس على نادي الزمالك، وان اتشيمبونج حد لعب في دماغه، وان اتشيمبونج حد مسخنه. فانا طلعت بصيت على العقد ما لحقتش اصلا ابص، ما لحقتش تقرا طبعا، حتى مفيش تركيز برضه 100% انت تقرا تشوف ايه اللي في الورق. انا خدت المايك، هو جالي مايك تاني علشان اطلع، بس انا كنت عايز اناقشه. انا طلع تناقشه في حاجه تانية خالص بره الموضوع. لقيت في ايدي عقد، فجاي بيقول لي بس اقرا وقول للناس. طب حاضر. فانا ببص قدامي، طب ايه المكتوب دوت؟ مكتوب ان اتشيمبونج خد رقم كذا، ما مش مكتوب حاجه غير فلوس. فقلت له مكتوب مش عارف 250 ولا بتاع. قال لي تمام. قام رافع لي ورقه ثانيه، وهنا مكتوب كام؟ برضه بصيت لقيت ارقام، فقلت له مش عارف 150. قال لي يعني انا بريء يا بيه، وبدا يزعق. فانا قلقت منه بصراحه، قمت حاطط المايك ونازل. قلت بقى ما اضمنش يرزعني من المايك. طب انت كنت عايز تناقشه، كنت هتقول له ايه؟ انا كنت هتكلم معاه، اجي اقول له ايه بالظبط؟ ايه السؤال اللي كنت عايز توجهه له؟ يعني الفتره الصعبه كنت اجي اقول له حضرتك مقتنع بموضوع ان عفاريت هي اللي بتخسر الزمالك؟ يعني انا نفسي كنت اساله اقول له انا بجد عايز اتاكد حضرتك مقتنع، يعني انت بتدي الموروثات دي للناس حضرتك مصدق ده؟ فانا كنت مستني اسمع رده. تاني حاجه، حضرتك عامل مشاكل مع ممدوح عباس وعامل مشاكل مع اداره النادي الاهلي، وكان ساعتها الاتحاد المصري حضرتك فاكر كان منع القيد عن نادي الزمالك بسبب احتكاكات بينه وبين الاستاذ مرتضى. فكنت اقول له لحد امتى المشاكل دي كلها؟ طب ما تفتح صفحه جديده، واللي مش هيجي النهارده، وده اللي كنت اقوله له، قدم مبادره للناس كلها. الناس يعني. اللي مش هيجي يبقى هو مختلف. طب انا مختلف مع حضرتك النهارده وجيت، طب ما تقدم مبادره للاستاذ ممدوح عباس، وقدم مبادره للكابتن محمود الخطيب. وحتى انا الناس ديت في منهم يعني الاستاذ ممدوح عباس فترته في الزمالك مش احسن حاجه. طب انا مش معاك. بس اسلام كده فكرتنا الثانيه خلصت، ومعانا الفقره الثالثه صوره وتعليق. انا هعرض لك صور بتعليق منك. ماشي. يلا يا كابتن. كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور يعني اعلامي بنكهه سوشيال ميديا، هو بيتفاعل مع الجماهير وبيعرف الجماهير. انا احتكيت بكابتن خالد مرتين. مره اول ما كنت لسه راجع من بره، كان فكره برنامج زملكاوي ديت فكرتي انا اللي كاتبها على ورق يعني، وشرحتها للكابتن خالد، كلمته كنت اول مره اتواصل معاه. فبصراحه انا مش ناسيله